فلما دخل قال له الحجاج: ما اسمك؟ قال: اسمي سعيد بن جبير. قال: بل أنت شقي بن كسير. قال: أمي كانت أعلم باسمي واسم أبي منك. قال: شقيت وشقيت أمك. قال: إنما يشقى من كان من أهل النار. فهل اطلعت على الغيب؟ قال: لو أبدلنك بالدنيا نارا تلظى. قال: لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلها من دون الله. قال: أين فررت كل هذه المدة واختفيت؟ قال: أقول ما قال موسى عليه السلام: ففررت منكم لما خفتكم. قال: ما رأيك في الخلفاء الراشدين وأيهم أحب إليك؟ قال: أرضاهم لخالقه عز وجل. قال: ومن أرضاهم لخالقه عز وجل؟ قال: علم ذلك عند من يعلم سرهم ونجواهم. قال: ما رأيك في اقتتال علي ومعاوية؟ قال: تلك دماء طهر الله منا أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا. قال: ما رأيك في معاوية؟ قال: والله لقد شغلني أمر نفسي عن تتبع أحوال الرجال والحكم عليهم. قال: أتفر من الجواب؟ قال: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. قال: ما رأيك في أنا؟ قال: أنت أعلم بنفسك. قال: بل تكلم. قال: إذن يسوءك ولا يسرك. قال: تكلم. قال: والله إني لا أعلم أنك مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنك قد أذقت الألوف يا حجاج. قال الحجاج: ألم أفتح بلاد السند؟ ألم أوطد دعائم الأمن في العراق؟ قال: بلى، ولكنك جبار مسرف في الدماء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم. قال: اختر لنفسك أي قتلة تريد. قال: بل اختر لنفسك، والله ما قتلتني قتلة إلا قتلك الله مثلها يوم القيامة. قال: ثم جيء له بالحلي والجواهر والذهب فوضعوه أمامه يظن أنه من أهل الدنيا. فقال: ما رأيك في هذا يا سعيد؟ قال: هو حسن إن أقمت شرطه. قال: وما شرطه؟ قال: أن تأخذ من حله فتضعه في حقه، وإلا ففزعة واحدة من فزع يوم القيامة تذهل كل مرضعة عما أرضعت. قالوا: بلغنا أنك ما ضحكت. قال: وكيف يضحك امرؤ لا يدري أيمر من فوق جهنم إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال: ما بالنا نحن نضحك؟ قال: لم تستوي القلوب وكل ميسر لما خلق له. قال: اقتلوه. فلما ولى ضحك. قال: ردوه. ما بالك ضحكت؟ قال: ضحكت من جراءتك على الله ومن حلم الله عليك. قال: اقتلوه. قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال: وجهوه إلى قبلة النصارى الذين اختلفوا فهو من حزبهم. قال سعيد: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال: كبوه على وجه الأرض. قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال: اذبح عدو الله فما أسرع لسانه بالقرآن. فقال سعيد: اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي. قتل سعيد كما قال الإمام أحمد: وما أحد من الأمة إلا وهو محتاج إلى علمه. وكان من تلاميذ ابن عباس حين يسأل ابن عباس يقول: أتسألونني وفيكم سعيد بن جبير؟